اهلا وسهلا بيكم فيديو جديد يا صاحبي. ده الفيديو ما شاء الله المفروض الخامس. ما يخضكش، هو بس منظر البر اللي حواليا ده طبيعي، لان انا ده ملكيه عامه. في الخشبه ديت في حديد مارش مي فيها، فده ملكيه خاصه. فالبقرة هو عارف ان هو مش هيقدر يعدي المسار بتاعه. نسأل الله السلامه يعني. طيب انا عشان بس ما اطولش عليك، انا جاي اتكلم في فيديو المره دي ده متخصص اكتر في للناس اللي طلبت تمريض ان شاء الله، طلبه التمريض الحاليين او الخريجين ان شاء الله المستقبليين، كانت ممرض في المستقبل باذن الله. في حاجه عندنا في الماستر بمر بيها، ولا هي انك بتشتغل بعد كده في يوم من الايام لو خلاص الماستر على خير، في حاجه لها علاقه بالايفيدنس بيزد نيرسينج. يعني ايه اصلا الايفيدنس بيزد نيرسينج بالالماني؟ يعني ايفيدنس بازيت بفليجا، عشان لو حد عايز يعمل عليها سيرش. evidence based nursing يعني evidence based يعني nursing يعني تمريض قائم على الدليل. برضه مش فاهم يا عمرو يعني ايه. انا دوري بقى ان انا جاي اشرح لك الموضوع ده كله، عشان الموضوع ده معقد سيكا، بس ان شاء الله هنحاول بقدر الامكان نخلصه نلخصه ونخلصه في وقت اقرب ان شاء الله، عشان ما اطولش الفيديو، بما ان النصايح اللي جات لي ان انا ما اطولش الفيديو شويتين، فانا بعتذر يعني. احنا مثلا عندنا مريض مثلا، فاحنا عندنا بروتوكول هننفذه على مريض. فانا كواحد كنيرس عادي قرات دراسه بتقول ان انا بدراسه جديده ان انا اقدر اديله كواليتي افضل من الرعايه في حين المريض. مثلا يعني هديك مثال في الاخر، تطور حياه المريض، فدي هتديله رعايه افضل، وفي نفس الوقت التمريض هو اللي طور الاداه دي. فده بنسميه ساعتها بقى هو ده الممرض اللي هو الايفيدنس بيز نيرس، هو ده اللي بنقول عليها ساعتها. برضه انا مش فاهم يا عمرو. طيب احنا دلوقتي عندنا دليل علمي جديد هنطبقه، جاي من دراسه علميه، وانا كلينيكال نيرس اصلا اوريدي، يعني انا شغال في الكلينيكال، وهناخده ونطبقه في الحياه كلينيكال. هو ده دور الايفيدنس بيز نيرس. طيب هنعمل ايه برضو؟ انا ممكن يكون عندي، انت هنا في الطب عندنا تقريبا بيحصل تجديد كل 6 شهور كل سنه على حسب الستاندردز في كل حاجه. انا امبارح كنت في الشغل بتعلم حاجه جديده، وتقريبا انا في فيديو ان شاء الله هينزل في يوم من الايام يعني بيتكلم على الحته دي. الحاجه الجديده اللي بتعلم عليها ايه؟ هي موجوده في المانيا بقى لها فتره، بس الحاجه دي احنا مثلا موجوده هنا، عشان بس اكون صريح يعني، انا اول مره اشوفها وامسكها بايديا. انا سمعت عنها نظري بس، اتمنى اكون موجوده معايا هنا، ما استاش في البيت. يا الله، هنا اهي. ده ايه ده؟ ده ايه ده؟ عباره عن قسطره بنسكشن بيها العيانين اللي على جهاز التنفس الصناعي. يعني ايه برضه؟ انا مش فاهم، فهنقرب الكاميرا احسن. انا دور انا كباحث كممرض نيرس عادي، قرات مثلا دراسه مثلا قبل ما نخترع دي اصلا يعني، ان احنا لو عملنا حاجه اسمها كلوز سيستم، ان احنا نعمل سكشن لمريض، يعني نسحب عينه السكشن، يعني عافانا الله واياكم، من صدر المريض. فده الجزء ده متوصل في الانبوبه التنفسيه الصناعيه للمريض، اللي هو المريض مثلا على جهاز التنفس الصناعي، تمام. وده متوصل في الجهاز التنفس الصناعي نفسه، فده المريض بياخد الهواء داخل خارج. فده السيستم ده كله او النظام ده وظيفته بس حاجه واحده، ان هو يسحب السكريشن ده. مثلا دي تجربه دي موجود في المانيا مثلا، ده ابديتس موجود بقاله كام سنه، او انا شفته اول مره امسكها بايديا. اول مره امسكها، بسمع عنه بقاله فتره، بس اول مره امسكها بايديا. فانا كان نفسي مثلا دوري ان انا اطور دي سهلت عليا ان انا ممكن اعمل سكشن 50 مره بنفس الانبوبه، مش بتتغير، هي بتتشال كانت ترمي في السيستم، ترمي في الزباله. ده عباره عن ايه؟ ده الجزء بيخش في الانبوبه الصناعيه للمريض اللي بيتنفس عن طريقها، ودي بتخش في جهاز التنفس الصناعي بتاع المريض نفسه. وده اللوك سوري، ده السيستم اللي هي موجوده جوه هنا، هي بتطلع من هنا، تمام. وبعد كده الجزء الاخير الا وهي ده اللي هو تضغط عليه تفتح يشفط الهواء. ده بيتوصل عن طريق خرطوم عادي، انسترايلد او سترايلد مش هتفرق، للمكان اللي هيسحب منه السكشن بتاع الهواء. فتضغط عليه اوبن اوت او اوف، اوبن اوف، اون اوف. ده كلوزد اللي هو سيفتي، ما يقدرش يعمل حاجه خالص. ده طبعا كفر عادي خالص، ما فيهوش مشكله.
فدوري انا كنيرس مثلا ادفانسد نيرس او ان انا براكتس ايفيدنس بيس نيرس، ان انا اطور مثلا اداه زي ديت. ايه الاداه اللي مثلا انا ممكن اطورها مثلا كنيرس؟ اللي انا اجربها واتاكد، اشوف حد لو جربها قبلي والنتيجه كانت عامله ازاي، واشوف الليميتيشن بتاعها ايه وابدا اطور فيها. هو ده الايفيدنس بيس نيرس. ده مثال عملي، بس هنشرحه بقى بشكل نظري سيكا عشان بس انا مين وهعمل ايه. فانا كباحث بتكلم في الجزء ده مثلا، بحدد المريض اللي هشتغل عليه. لو حد اشتغل عليها بشكل نظري فباخد التجربه واعمل حاجه اسمها بايلوت ستادي. فبايلوت ستادي دي يعني تجربه على كام مريض عشان اشوف النتيجه في الاخر، واكتب التقرير بتاعي او الدراسه بتاعتي وانشرها. ممكن غيري يستفيد بيها او اللي بعد يجي يستفيد بيها ويطورها ان شاء الله. فانت الطبيعي انك الجزء الاهم في اللي انت بتحدد فيه السؤال بتاعك، انا هدور في ايه. انا كباحث ما اعرفش في ايه اللي انا بدور دي. تمام. حاسس ان انا في مكان غلط. تمام. فانا بدور على حاجه اسمها scientific database، اللي انا بدور على عشان اقترح بس سؤال، عشان اقترح السؤال البحثي اللي هشتغل عليه. ده اللي هو هنشتغل جزء كوانتيتيف، او الفيمونين لو انا هشتغل جزء كواليتيف نوعي، ان انا اطور فيه نوعيه حاجه معينه او اطور فيه جوده حاجه معينه. فبقترح السؤال، فده بياخد وقت. انك بتستخدم شيمه اسمها بيكو population intervention comparison and outcomes. فده مثلا ده اقتراح من الاقتراحات مثلا. فعشان تطور السؤال بنستخدمه بشكل عملي. اقرب حاجه في المجال العلمي والبحث العلمي في الحته ديت الار سي تيز، اللي هي الار سي تي اس، اللي هي يعني راندمايزد كلينيكال ترايلز. دي تعتبر توب في عشان تثبت فعاليه الحاجه نفسها، الاداه نفسها انك استخدمتها، يعني عشان تثبت انك فعلا استخدمتها بجد عملي كلينيكال حقيقي وفي نتيجه فعلا. حتى لو النتيجه هتبقى سلبيه بنسبه ما، فاوريدي هتبقى نتيجه تثبت انك فعلا استخدمتها ونقدر نطورها بعد كده. فدي تعتبر حاجه اسمها اللي هي بنسميها الهرم البحث العلمي. الار سي تيز دي اعلى حاجه يعني. انت تعمل الكيس ستادي عشان تطبق الار سي تيز وتتاكد منها، وبعد كده تشوف النتيجه عامله ازاي، ولو طلعت نيجاتيف تطورها، ولو طلعت بوزيتيف ازاي تطورها برضو اكتر. فبيحصل تطبيق للنتيجه وبعد كده التقييم خلاص. مثال حقيقي مثلا مثال حقيقي ممكن نتكلم فيه مثلا، يعني البيت تور بتاع المريض اللي هي القرح الفراش. ممكن انا عشان هديك بس مثال غير يعني هو واقعي بس قديم شويه. القرح الفراش دي مثلا اللي هو البيت تور ده بيحصل ازاي؟ ان المريض قاعد على بوزيشن معين مثلا فتره طويله. الفتره دي قد تكثر الطول بالنسبه لكل مريض، وزنه وطوله والبوزيشن اللي قاعد فيه او اللي نايم فيه والحاجات دي. فده هنعتبر مثلا المريض عندنا مثلا فقد الوعي بس عايش كام سنه. فالمريض ده لو ما تقلبش طبقا للمثال يعني هيتقلب كل 4 ساعات عشان نحاول نعمل له تجنب للبيت سور دي. طيب الدراسه مثلا بتقول الجديده بتقول لو احنا قلبناه ساعتين ده هيبقى افضل بكتير، هيقلل ضغط الهالوشن. Okay, Sie dürfen, wie bitte? Klempachmühle, geht es hier lang? Klambach-Buden, ja. Müllheim ist hier. Klempachmühle. Nee, er weiß es nicht. Müllheim, es ist Richtung Müllheim. Ja. Niederweiler. Niederweiler Klempachmühle, am Klempach entlang. Ich denke es ja, weil es ist, wenn Sie hier an der Kreuzbahn, wenn die Kreuz hingehen musste, auf die linke Seite, das ist Niederweiler. Okay. Es ist einfach die Niederweiler Stadt oder kleine Stadt oder Dorf, genau. بعد كده فالبيت ستور مثلا، فانا الدراسه الجديده بتقول لو هو اتقلب كل ساعتين، فانا دوري انا بقى الاي بي بي ده ان انا اعمل بروتوكول جديد او اطبقه واثبت فعاليته. لو هو فعاليته ايجابيه فانا اوريدي كده خلاص حولت النظري الار سي تي لواقع عملي وطورت بيه نيرسينج بروتوكول، وبالفعل البروتوكول ده اتطور واثبت فعاليته بكفاءه اعلى من المريض يتقلب 4 ساعات، فبدل من 4 ساعات وصل لساعتين. فالمريض بالنسبه لنا اتحسن، الكواليتي لايف بتاعته اتحسنت، فما هيحصل له بيت سور.
البيت سور طبعا اقل ممرض عارف معلومه ان البيت سور ممكن تموت مريض، تدخله في سيبسس ويموت، فالموضوع بسيط. ف اللي هو شيل ده من ده يرتاح ده عن ده، اللي هو انا ليه اموت المريض بالبيت سور؟ ما هو كده هيموت. لا هي مش منطقي، ده حرام. لا انا بطور ان انا المريض ده ما يموتش. فايه هي اقدر فرصه اقدر احافظ بيها على صحه المريض واطور من جودتها؟ ان هو انت اي انسان بيتعب مننا، فالمناعه بتبدا تهاجم المشكله الاساسيه، فالمريض يحصل له حاجه زي اجهاد، زي مش قادر ينام كويس، مش قادر اي سبب. ففي دراسه انا كنت بقراها الفتره اللي فاتت دي بتتكلم عن اللي انا تبع شغل الكليه، المرضى السرطان. فجهاز المناعه طول الوقت بيهاجم خلايا كتير، فانت اوريدي انت بيحصل له اجهاد عضلي، بيحصل له اجهاد في الارهاق في النوم، وارهاق في طبيعه الانشطه الشخصيه بتاعته، ارهاق جسدي نفسي. فانت الموضوع بيبقى صعب. فدور ان انا بحاول اطور فكره ال النيرسينج بروتوكول، اللي هي البروتوكول الخاصه بالممرض داخل الحياه الكلينيكيه. فانت بيبقى انت جزء نظري وجزء كلينيكال. والاي بي بي اللي هي الاي بي ان او الاي بي بي اللي هو ايفيدنس بيزد نيرسينج، دي طريقه تفكير. يعني انا امبارح حد من صحابنا كان بيتكلم معايا عشان نتقابل معايا، انا كنت في المكتبه بذاكر، فكان عندي حاجات تبع الكليه بخلصها، خلصت شغل وبعد كده طلعت على المكتبه اخلص الحاجات اللي عندي، وروحت بالليل متاخر طبعا كالعاده. فقال لي ممكن نتقابل نقعد مع بعض شويه، فقلت له مفيش مشاكل طبعا، شرف ليا ان احنا نتقابل ونقعد مع بعض، حد حبيبي يعني. وبالفعل قعدنا مع بعض واتكلمنا وما اعرفش ايه. فقبل ما يجي بصله على الواتساب بقول له هنتقابل الساعه كذا، فقال لي ماشي تمام تمام. بقول لك قال لي كده تعزمني عمرو النهارده، قلت له مفيش مشاكل. فخفت بقى اللي هو طالما انا وافقت خلاص تمام، هو ايام ما عزمني يعني، بس مش ده اللي اتكلم فيها، مش دي. فانا سالت سؤال ساعتها اللي هو اتمنى يكون المطعم كويس، فاتمنى تحطه في انترفال كويس. فانترفال دي جمله بتتقال معظمها يعني بنسبه كبيره في الرياضيات، او بتتقال في البحث العلمي اللي بيشتغلوا كلينيكال ستادي وكوانتيتيف في الريسيرش كتير يعني. ف حتى أنا انت بتسالني انا هنشتغل في هنروح مطعم الانترفال بتاعه عامل ازاي، فقلت له عشان احدد السيجمنت بتاعي يبقى انا عارف انا رايح فين. المطعم في مطاعم ما بتاخدش كاش، ما بتاخدش كاش، وفي مطاعم ما بتاخدش فيزا، وفي مطاعم بتبدا من 10 20 يورو وانت طالع، في مطاعم اقل. فانت ابقى انا عارف الميزانيه، ابقى انا عارف يعني لا معايا فلوس كاش ساعتها، ولا اقرب بنك كان لازم امشي مسافه طويله عشان اسحب فلوس. انا برضو مش انا قاعد في المكتبه جوه، فانا عشان اطلع المكتبه دي اصلا بتاخد وقت، اطلع بره الباب الرئيسي واطلع بره واتمشى لحد فعشان ابقى عارف حدودي فين يعني. فهو قال لي انترفال نبراوي بتقول لي انت فانت الاي بي بي ده او الاي بي ان الايفيدنس بيست نيرسينج ده اوريدي هي طريقه تفكير. انت بتفكر بيها اللي انا ازاي اطور فيها. المشروع بتاع الكليه مثلا اللي شغال عليه، انا مش من حقيقه اتكلم عليه دلوقتي تفاصيل كتيره. لو عرضت عليه للشباب اللي لو حد حابب يشترك فيه من الفريق اللي انا شغال عليه، ف قال لي انت بتفكر كويس. ووضحت لهم انا ليه بستخدم ده بالاسلوب ده بالطريقه دي، عشان ده اسلوب الحياه في كريسيرشر يعني. فهم وضحوا لي طريقه تفكيرك كويسه. فقلت لهم لا، هو اللي اجبرني على الحته ديت ان انا بتعلم حاجه في الكليه بشكل نظري، فلازم اطبقها بشكل عملي بالطريقه دي. ولما فكرت في كلامهم ادركت نقطه تانية، ان هو فعلا انت لو انت كممرض ازاي تطور حاجه معينه في مجالك، هي حرفيا هي مايند سيت حلو قوي. وده يرجع لنا نيرس مايند سيت لعنوان القناه كلها، عشان يسهل علينا التعامل بشكل عام. يعني الاوبن مايند سيت دي حاجه رائعه جدا. يعني انت منفتح على ثقافات كتيره، منفتح على كلام كتير بيتقال وبيتسمع بلغات تانية. في مجالنا بالذات الريسيرشر ده حاجه كويسه رائعه جدا. فانا حبيت اتكلم في تفاصيل كتيره، فبعتذر ان انا طولت. هضطر اختم الفيديو ده حاليا. هو في نشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد باذن الله، في رعايه الله.